انت عارف يا ياقوت ان انا بحسدكم حياتكم، رغم انها قصيرة بس ممتعة، متلونة، فيها تفاصيل كتير. صحيح بتحزنوا وبتفرحوا على حاجات تافهة، لكن بسطاكم. انما انا بقى حياتي طويلة بس مملة، اللي بعمله هو حياة مقرفة، عيشة تكفر. بفضفض يا اخي معاك، انا وحيد يا ياقوت، ما عنديش حد افضفض معاه. يعني دلوقتي لو انا افتكرت مصيري الاسود وحزنت، افضفض مع مين؟ اشتكي لمين؟ اتأثرت فعلا، صدقتك. عادي انك تصدقني، المصيبه بقى ان انا كنت انا اللي هصدق نفسي. المشهد ده لوحده خلى الناس تتأثر وهي قاعدة قدام التلفزيون. طيب لو قلتلك إن الراجل ده نفسه اللي خلاك تضحك على حمادة عزه، وهو نفسه اللي خلاك تكرهه وهو ضابط موساد بارد الأعصاب، ونفسه اللي كان واقف قدام الكاميرا يعيش وجع شخصية ما عندهاش حتى القدرة إنها تدافع عن نفسها. النهاردة مش هحكي لك حكاية وخلاص، النهاردة هنروح لرحلة حقيقية هنعدي بيها في مراحل في حياة الشخص ده. هل هينجح في الكوميديا أو هيقنعنا في أدوار الشر؟ هل هيقدر يوصل لك إحساسه بصوته بس من غير ما تشوف وشه أصلا؟ وعشان نجاوب على الأسئلة دي لازم نرجع بالزمن لورا شوية. اركب معي آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1945. بس قبل ما نبدأ الحكاية ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. تخيل إنك تبقى دكتور وأول اختبار حقيقي في حياتك إنك تنقذ حياة أبوك، وفي الآخر بتفشل. النهاردة لو سألت أي حد عن يحيى الفخراني هيقولك الممثل، بس القصة الحقيقية بدأت من حتة تانية تماما. اتولد في مدينة المنصورة سنة 1945 ودخل كلية الطب جامعة عين شمس، وهناك من غير ما حد يخطط للموضوع انضم لفرقة التمثيل بالكلية وكسب جايزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية، وهو كان لسه طالب في كلية الطب حاطط سماعاته على رقبته ومحاضراته كانت في إيده. بعد ما اتخرج سنة 1971 راح يعمل سنة الامتياز، السنة اللي كل طبيب لازم يعملها قبل ما يمارس المهنة بشكل رسمي، في مستشفى ميت غمر. المستشفى دي بالظبط كانت المستشفى اللي أبوه كان بيتعالج فيها من مضاعفات السكر والضغط. يحيى الفخراني بنفسه الطالب الطبيب اللي لسه كان بيتخرج أشرف على علاج أبوه، حاول ينقذه بكل اللي اتعلمه في 7 سنين دراسة وفشل. الأب مات قدامه. بعد الحادثة دي وصف الفخراني نفسه إن حاجز اتبنى بينه وبين مهنة الطب، حاجز ما قدرش يعديه تاني. مارس الطب فترة قصيرة كطبيب عمومي في مصلحة الخدمات الطبية بالتلفزيون، وكان بيحلم بالتخصص في الطب النفسي والعصبي، لكن في النهاية ترك المهنة كلها وراه. الشخصية اللي المفروض كانت بتساعد الناس وتخفف عنهم في مرضهم هو فعلا ساعدهم وخفف عنهم بس بالفن. قبل ما يبقى أسطورة كان لازم يبدأ من الصفر زي أي حد في الدنيا. أول عمل احترافي ليه على الإطلاق كان على خشبة المسرح في مسرحية لكل حقيقته. بعدها بسنة واحدة دخل عالم التلفزيون لأول مرة في مسلسل أيام المرح سنة 1972 جنب محمد صبحي وعبد المنعم مدبولي. وقتها محدش كان يعرف إن الشاب ده هيبقى بعد كام سنة اسم كبير في الدراما المصرية. سنة 1973 قدم مسلسل الرجل والدخان. سنة 1979 اشتهر أكتر مع مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا جنب عبد المنعم مدبولي. وفي السينما أول ظهور ليه كان سنة 1977 في فيلم يا ليل يا زمن جنب وردة ورشدي أباظة وعادل أدهم، وخطوات بسيطة جدا متدرجة من غير أضواء كاشفة، بس كل خطوة كانت بتقرب الطبيب أكتر للعالم الجديد. في بداية أي نجم في لحظة واحدة ممكن تخليه يختفي للأبد. في بداية مشواره قابل موزع أفلام كبير قال له بالحرف أنا عارف إنك عايز تعمل أفلام راقية، بس أنا مش هعمل لك ده قبل ما تبقى نجم شباك. الفخراني الشاب اللي كان لسه بيحاول يثبت نفسه
اقتنع بالمنطق ده وقتها ووافق على المشاركة في فيلم من أفلام المقاولات، أفلام تجارية رخيصة الجودة عشان منتشرة في السينما المصرية في الفترة دي. الفيلم فشل تماما ومحدش فاكر اسمه لحد دلوقتي. الفخراني نفسه رفض ذكر اسمه في أي حوار صحفي، وفي حوارات كتير بعد كده فضل يوصف التجربة بمرارة وقال جملة بقت من أشهر الجمل اللي اتشهر بيها: كم من منطق يبان صح وهو مغلوط. غلطة واحدة كانت هتنهي مشواره كله، لكن الرد جه أسرع وأقوى مما كان يتوقع. وهو بيصور مشاهد بيضحكك على الشاشة، كان بياخد حقنة مسكنة يوميا أثناء تصوير مسلسل صيام صيام سنة 1981. كان يحيى الفخراني بيعاني من حصوة وراثية في الكلى، وكان بياخد حقن مسكنة بشكل يومي طول فترة التصوير، وكمل تصوير المسلسل كامل من غير ما الجمهور يحس بأي حاجة على الشاشة. مفيش مؤثرات، مفيش استوديو مريح، مفيش تسهيلات. راجل بيتألم فعليا في اللحظة اللي بيقف فيها قدام الكاميرا عشان يوصف لك مشهد طبيعي وعادي. ده مش التزام تمثيلي عادي، ده راجل بيرفض إن الوجع يوقف شغله. بعد الغلطة اللي كسرته جاب أقوى رد ممكن. بعد تجربة الفيلم الفاشل بفترة اختار الفخراني فيلم خرج ولم يعد لمحمد خان. فيلم بقى بعد كده من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق. كسب عنه جايزة أحسن ممثل في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي سنة 1984. يعني بالحرف غلطة تجارية واحدة في بداية مشواره ورد فعل صنع كلاسيكية من كلاسيكيات السينما المصرية وجاب جايزة دولية. في نفس السنة بالظبط قدم شخصيتين لو حطيتهم جنب بعض مش هتصدق إنه نفس الممثل. سنة 1985 قدم يحيى الفخراني فيلمين في وقت متقارب جدا، كل واحد فيهم اختبار مختلف كليا. فيلم الكيف شخصية صلاح، شاب محترم بياخد قيمه من أبوه المرحوم، بيتحول في نفس الفيلم لمدمن كامل. وكواليس طريفة اتسربت بعد كده بين الفخراني ومحمود عبد العزيز، فكروا يبدلوا الأدوار مع بعض. الفخراني يمثل الشخصية بتاعة المزاجنجي ومحمود يمثل الدكتور صلاح. اتفقوا يفكروا فيها، وبعد ساعة ونص ضحكوا على الفكرة وسابوا كل واحد فيهم لدوره الأصلي. فيلم إعدام ميت دور أبو جودة ضابط المخابرات الإسرائيلي، شر بارد بيلعب على الحرب النفسية مش القسوة الجسدية. وفي النهاية بيطلق على نفسه النار لما تفشل خطته، وعشان مشهد واحد اتعلم العوم من الصفر وقال لفريق العمل إنه ما بيعرفش يعوم قبل ما ينط على الباخرة. شخصية بتتحول من محترم لمدمن، وشخصية شريرة باردة لمخاطرة بحياته عشان مشهد واحد. في نفس السنة بالظبط عمل واحد بقى جزء من ذاكرة جيل كامل. سنة 1987 قدم شخصية سليم باشا البدري في مسلسل ليالي الحلمية، واحد من أهم وأعرق أعمال الدراما المصرية على الإطلاق، وامتد على أجزاء متعددة على مدار سنين طويلة، وثبت اسم يحيى الفخراني كواحد من عمالقة الشاشة المصرية. في دور واحد التمثيل الزيادة نفسه بقى عيب. فيلم مبروك وبلبل 1998 ده. في نفس المسلسل كان زعيم عصابة وولي من أولياء الله ومسؤول أمن. مسلسل جحا المصري سنة 2002 تأليف يسري الجندي، شخصية شعبية تراثية بتتقلب على النقيض تماما في نفس العمل. يوم محكوم عليه بالإعدام، ويوم يبقى ولي من أولياء الله، ويوم زعيم عصابة، ويوم مسؤول أمن. المسلسل في جوهره كان نقد سياسي مغلف بالكوميديا عن علاقة الشعب بالحكام من خلال حكاية جحا وحماره. الإبداع الحرفي هنا إنه قدر يخلي الشخصية اللي بتتغير كل شوية مقنعة ومتماسكة من غير ما المتفرج يحس بأي تفكيك في بناء الشخصية نفسه. مسلسل واحد قال عنه بنفسه يا ينجح جامد يا يفشل جامد. يتربى في عزه 2007 تأليف يوسف معاطي، راجل فوق ال50 لسه بيتربى
أمه دلعته لحد ما بقى مش قادر يتحمل مسؤولية. اتجوز أكتر من مرة من ستات مختلفة تماما عن بعض. النتيجة، الشخصية بقت أشهر من اسم المسلسل نفسه، والناس بقت بتناديه على اسم المسلسل بحمادة عزه مش باسمه الرسمي. قدم أعلى نجاح في حياته وبعدها قفل الباب بنفسه. سنة 2010 قدم شخصية شيخ العرب همام، زعيم قبائل الهوارة، في واحد من أنجح أعماله على الإطلاق. بعدها ب4 سنين، سنة 2014 قدم مسلسل دهشة، عمل صعيدي بالكامل، وهو في نفس الوقت معالجة مصرية لمسرحية الملك لير لويليام شكسبير. بعد دهشة قال جملة قوية جدا ونادرة من ممثل في قمة نجاحه: قررت ما أقدمش دور صعيدي تاني، حسيت إن الإطار ده اتقفل بالنسبة لي. بعد ما قدمت فيه كل اللي عندي، قرار احترافي نادر يوقف نفسه بنفسه عن نمط قبل ما يتكرر أو يبهت. قبل ما يقدم شيخ العرب همام بسنين، عرض عليه الكاتب عبد الرحيم كمال فكرة مسلسل الخواجة عبد القادر، واعتذر الفخراني في البداية لأن الفكرة كانت خواجة عجوز بيقع في حب فتاة صغيرة السن، لكن القصة الحقيقية اللي ورا الشخصية كانت أعمق بكتير. خواجة ألماني اسمه هربرت دوبرفير فقد الأمل في الحياة بعد وفاة أخوه في الحرب العالمية التانية. سافر للسودان، دخل الإسلام، وبقى شيخ وولي عند الناس باسم عبد القادر. المسلسل اللي اتعرض أخيرا سنة 2012 اتصور جزء منه في الواحات المصرية بدل السودان بسبب الأوضاع السياسية وقتها، وجزء منه كان اتصور في لندن لخدمة أجواء الشتاء الممطرة. وأجمل تفصيلة، المخرج كان ابنه شادي الفخراني، أمنية قديمة بين الأب وابنه تحققت أخيرا على الشاشة. اختبار الرفض والتحدي الشخصي، نجاح بعد سنين من التردد. شيطان هادي بيضحك طول الوقت، تعاطفت معاه ليه؟ مسلسل ونوس سنة 2016، تأليف عبد الرحيم كمال، معالجة مصرية لقصة فاوست. شخصية ونوس شيطان عكس كل الصور النمطية، هادي، بيهزر وبيغوي ياقوت رب الأسرة، ويبعد 20 سنة وبيرجع بعدها في شكل عجوز يقول لأولاده إن أبوهم عنده ثروة. المشهد الأقوى، والنوس بيقول إنه بيحسد البشر على حياتهم القصيرة الممتعة، في نفس الوقت هو حياته طويلة ومملة وحاسس بوحدة، ومصيره معروف من الأول. بيخلص كلامه وهو خلاص بيعيط. نبيل الحلفاوي بيقول له: أنا كنت هصدقك، فيرد الفخراني بيقول له: المشكلة إني أنا كنت هصدق نفسي. يعني الشيطان نفسه بقوة أدائه كان هيخدع نفسه هو الأول، مش بس بيمثل الخداع، هو نفسه مقتنع بيه في نفس اللحظة. في عمر متأخر لسه بيدور على تحدي أصعب من اللي فات. نجيب زاهي زركش 2021، راجل بيتكلم مع ناس مش موجودة، تلميح لصدمة نفسية عميقة. آخر تعاون كبير مع عبد الرحيم كمال، وشراكة فنية امتدت من 2010 ل 2021 عبر 5 مسلسلات مختلفة. وعلى المسرح قدم الملك لير لويليام شكسبير، وهو بنفسه قال عن المسرحية إن كل مرة كان بيقرأ فيها النص كان بيكتشف أبعاد تانية أعمق عن المسرحية نفسها. في أكتوبر سنة 2020 اتعين نائبا في مجلس الشيوخ المصري، وكان بينوب مع سمير عبد العزيز عن الفن المصري. في عصر التيك توك والريلز، هل ممثل عدى ال75 هيقدر يجاري العصر؟ عتبات البهجة 2024 لعب دور وكيل وزارة على المعاش بيسيب شغله وبيدخل عالم السوشيال ميديا وبيبقى انفلونسر في عمر فوق ال75، شخصية بتتعامل مع تيك توك وريلز، وقدر ينجح ويوصل للجمهور ويأثر فيه باختلاف أعماره. مفيش صورة، مفيش حركة، مفيش موسيقى، بس صوت الراجل ده أول ما بيتكلم وبيقول جملة بيتأثر فيك وبيوصل لك إحساس الشخصية. صوت وودي في دبلجة توي ستوري وتوي ستوري 2.
ودلوقتي كلنا لازم نبقى حلوين عشان نعرف نرحب بأي ضيف جديد يجيبه إندي. ورواية فيلم عمارة يعقوبيان. سنة 37 بنى الخواجة هجوب يعقوبيان كبير الأرمن في مصر عمارة سكنية وسماها على اسمه. الطراز أوروبي والمهندس طلياني. كان راوي في مسلسلات زي قصص الحيوان في القرآن. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقصص الإنسان في القرآن. كان بنو إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة. قصص النساء في القرآن. رباب ابنة صانع السروج، نعم أتذكرها، ماذا جرى لها؟ وطبعا قصص الأنبياء اللي الناس لسه بتسمعها لحد دلوقتي بصوته بس. من دكتور ما قدرش ينقذ أبوه لغلطة كسرته في بداية مشواره، لجايزة عالمية ردت اعتباره، لشخصيتين متناقضتين في نفس السنة، لشيطان بيصدق نفسه، لصوت بيوصلك من غير وش، لراجل في التمانينات لسه بيمتحن نفسه في عصر مختلف تماما. الإجابة مش ممثل واحد، الإجابة يحيى الفخراني، وفضل في قلوبنا للأبد. لو الرحلة دي عجبتك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ادعمونا عشان نقدر نكمل الرحلة، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن مليان قصص أمتع بكتير. سلام.